فيفو عملت المستحيل في الموبايل ده، بس في شويه حاجات لازم تخلي بالك منها قبل ما تشتريه. مبدئيا الموبايل ده هو الفيفو في 70 الفان اديشن، وخلينا نبتدي باول حاجتين عينك بتيجي عليهم اول ما تطلع الموبايل ده من الكرتونه بتاعته. التصميم بتاع الموبايل بالكامل بيجي مصنوع من البلاستيك، والكاميرات بتيجي مرصوصه تحت بعض زي ما انت شايف كده، والحواف بتاعه الموبايل حواف دائريه. وبالمناسبه الموبايل خفيف جدا، فانت بسبب الحواف الدائريه وبسبب خفيته فلو استخدمته لفتره طويله فهيبقى مريح معاك في الاستخدام لفترات طويله ومش هيوجع ايدك. كمان الشاشه بتاعه الموبايل ده لازم تركز معايا كده لان فيها شويه حاجات هتعجبك وهتحسسك ان انت ماسك موبايل فلاج شيب. مبدئيا الموبايل ده بيجي بشاشه فلات بالكامل والحواف بتاعتها قليله جدا، وكمان الشاشه دي اموليد بمساحه 6.83 انش وبدقه 1.5K. الالوان بتاعه الشاشه دي خياليه، وده بسبب انها بتدعم ال HDR10 بلس، وكمان السطوع بتاعها بيوصل ل 1900 نتس، يعني تقدر تستخدمها تحت الشمس زي ما انت عايز. بتيجي بكثافه بكسلات 449 بكسل لكل انش، فلو انت استخدمته لفترات طويله مش هيحصل اجهاد في عينيك بسبب استخدامه. كمان معدل التحديث بتاعها 120 هرتز، فانت الشاشه بتديك سلاسه ونعومه والوان حرفيا ما فيش عليهم خلاف. اما بقى الكاميرات بتاعه الموبايل ده فركز معايا كويس جدا، لان الموبايل ده بيجي بكاميرا اساسيه 200 ميجا بكسل، بس لازم تفعل الوضع ده قبل ما تصور بيه. بس لما تفعله هتشوف عظمه، لان انت حرفيا بتاخد صوره غرقانه بالتفاصيل، وده كمان بفضل الاورا لايت اللي عامله شبه الرينج لايت دي، واللي بتقدر تتحكم في الاضاءه بتاعتها، عشان مثلا لو انت بتصور في مكان ضلمه او بتصور بالليل تاخد صوره برده فيها الوان وتشبع وتفاصيل. الكاميرا الثانيه بقى 8 ميجا بكسل، ودي العدسه الواسعه علشان لو في تجمعات عائليه وحابب ان انت تطلع عيلتك كلها في الصوره. كمان الكاميرا الاماميه بتاعه الموبايل ده 32 ميجا بكسل، والموبايل ده يقدر ان هو يصور فيديوهات 4K لحد 30 فريم في الثانيه، مش بيصور فيديوهات للاسف 4K 60، بس لو عايز تصور 60 فريم في الثانيه بتقلل الدقه ل 1080. وكمان في مثبت بصري علشان وانت بتتحرك بالموبايل وانت بتصور فيديو الفيديو يفضل ثابت معاك. كمان مستشعر البصمه بيجي تحت الشاشه، وعلى فكره هو سريع جدا عمره ما هنج معايا. طب تمام، خلينا بقى نتكلم على واحده من اهم النقط اللي بتفرق مع اي مستخدم، هو الاداء بتاع الموبايل ده. الموبايل ده بيجي بمعالج دايمنستي 7360 تيربو، نفس المعالج اللي كان موجود في الفيفو في 60 لايت، وكمان بيجي واجهه فيفو الاوريجين او اس 6. فالمعالج ده مع الواجهه الخفيفه جدا دي هيديك اداء وسلاسه في الاستخدام، مش هتحس باي لاج ولا اي تهنيج ولا اي مشاكل في الاستخدام اليومي بتاعه. وكمان الواجهه دي بتديك شويه فيتشرز كده، زي ان انت تقدر تنقل اي حاجه منه للايفون بضغطه واحده. بس لو انت هتلعب عليه فمثلا اخرك في بابجي 60 فريم في الثانيه، بس الميزه ان هم 60 فريم ثابتين ما بيتهزوش، غير موبايلات ثانيه ممكن تديك 120 وتلاقيهم نازلين ل 40 وطالعين ل 90 ومش ثابتين خالص. لا، ال 60 فريم هنا ثابتين. الموبايل كمان مش بس ضد الميه، ده معاه اعلى معياريه لمقاومه الماء والاتربه اي بي 68 والاي بي 69، يعني بيستحمل ضغط الميه وبيستحمل التراب، وكمان بيدعم ال NFC وبيدعم الاي ار سنسور. العظمه بقى في البطاريه بتاعه الموبايل ده. تخيل موبايل بالسمك ده وبالخفيه دي، فيفو قدرت انها تحط فيه بطاريه 7000 ملي امبير وبتشحن شحن سريع 90 واط، يعني ايا كان استخدامك للموبايل فالموبايل ده البطاريه بتاعته مش هتزعلك. وحتى افترض مثلا انها خلصت في يوم ونص، 45 دقيقه بالظبط والموبايل هيشحن معاك فل 100%. فباختصار الموبايل ده بيديك تصميم مريح، بيديك شاشه بريميوم، بيديك معالج، بيديك كاميرا 200 ميجا بكسل مليانه تفاصيل. بس بابجي مثلا تلعبها على 60 فريم والموبايل بيجي بيه خامات مصنوعه من البلاستيك. فدلوقتي انت عرفت كل حاجه عن موبايل الفيفو في 70 لايت، وتقدر تحدد دلوقتي اذا كنت انت هتشتريه ولا لا. اكتب لي بس كومنت وهتلاقيني سايب لك السعر بتاع الموبايل في اول كومنت، وقول لي ايه اكتر حاجه عجبتك في الموبايل ده ونفسك اجيب لك موبايل ايه في المستقبل.